اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب كده وربنا يديكم كل حاجة بتتمنوها. مبدئيا كده بقى انا دخلت اوضه النوم بتاعتي، شلت المراتب بقى، طلعناها بره في البلكونة تتشمس كده، وشلت بقى اللواح بقى بتاعت السراير. نفضت الحيطان بقى. عايزه اقول لكم السقف عندي فيه ملح، السقف بيعمل ملح لان عندي مش مبلطه السطح. فدي مشكله كبيره بالنسبه لي. ربنا ان شاء الله كده يسهل واعمل سيراميك في السقف ان شاء الله يعني. بصوا بقى، بعد ما نفضت كده ونفضت الحيطان وزعفت السقف كده، لميت التراب بقى اللي في الارض كده كله، والستاره كمان شلتها كده عشان اغسلها. عايزه اقول لكم يعني ربنا يا رب يديكم الصحه ويديني الصحه يا رب. انا بقى هنا الشباك ما شلتهوش بقى لان عايزه اقول لكم ان هو ضارب في السرير وبيزهقني جدا بقى. بس في الصيف بفتحه واخليه مفتوح بقى ايه على طول، يعني ببقى مشيشاه كده بس هو بيبقى مفتوح. تمام. هنا بقى ايه اول حاجه كده مسكت، بص بقى عايزه كل دوت كده نضفته لان كان في تراب كده خفيف. كان في عنكبوت كده بسيط يعني. الحاجات دي بقى كلها تتشال كده عشان اي طاقه سلبيه كده تروح والدنيا تبقى نظيفه كده وحلوه. عايزه اقولك بقى هنا ورا السرير كمان مسحته كده وخليته زي الفل. طبعا انا عارفه ان كلكم يعني 3/4 الناس نظفت وخلصت كل حاجه، بس انا كنت متاخره شويه يعني اعذروني. ربنا يا رب كده يقعد عليكم الايام بالخير يا رب كده والفرح. ولا أول مرة بتشوفيني أنا أخت غادة وتشرفني وجودك عندي في قناتي. وتبقي واحدة من أخواتي الغاليين عليا، والله أنا بحبكم كلكم و... وبحب كل الناس. والله أنا يعني أنا بحب الناس كلها. ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية ويبارك في أعماركم جميعا يا رب. ورمضان كريم عليكم إن شاء الله كده، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. هنا بصوا بقى حطيت الشنط. ماشي، حطيتهم كده رصيتهم الاول ويعني هبدأ بقى احط الحاجات بقى اللي بتتحط هنا تاني. تمام كده. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الاوضه على طول، ما غبتش فيها خالص. طبعا بقى ايه أنا هنا كنت خلصت خلاص، وحطيت بقى اللوح كده بتاعت السرير وخلصت كده الحمد لله. وكنت روقت كمان الدواليب كده. بخلص كل حاجه كده عشان ايه ابقى انا كده فنشت الاوضه خالص، عشان تبقى خلاص انا همسح الارض في الاخر بقى خالص. لما اخلص الشقه كده كلها همسح الارض بس كده، وافرش بقى ايه استقبل شهر رمضان الكريم كده. ربنا يعود عليكم بالخير يا رب كده واليمن والبركات. هنا بقى كنت حطيت المراتب في الشمس. عايزه اقول لكم الشمس كده بتحمص الحاجه وبتخلي بتطلع اي كده طاقة سلبية كده، اي حاجة كده يعني بتخلي الحاجة كده يبقى ليها ريحة حلوة كده، والشمس اصلا جميلة يعني. هنا بقى بصوا عايزة اقول لكم ان انا هنا جيت بقى افرش كده الملاية واخلصها خالص. وكمان احط كده. بصوا انا بخلص كده، عارفين الراحة النفسية كده وان انتوا تبقوا مبسوطين ان انتوا خلصتوا كل حاجة وراكوا. بتحسوا كده ان الواحد فرحان ومبسوط بان هو خلص اللي وراه. هنا كنت خلصتها خالص بقى وفردت البطانية كده. جيت بقى على الجزء اللي هنا بقى امسح الدولاب وامسح كمان الارض كده واخلصه خالص الحمد لله. كده انا كده خلصت الحمد لله اوضتي برضو كده. خلصت اوضه البنات وخلصت اوضتي كمان. تمام. وهجيب لكم كمان دلوقتي كمان وانا بغسل السجاد والحاجات الباقيه كده. عشان كده خلاص انا بشطب الشقه لان عايزه استقبل كده شهر رمضان والبيت كده نضيف وروايحه الحلوه بصوا بتبقى ايام جميله كده. ربنا يعودها علينا وعليكم بالخير يا رب كده. احلى ايام في السنه كلها بجد ايام شهر رمضان. ليها كده. متنسونيش بقى في اللايك حبايب قلبي. هنا بقى ايه كده الحمد لله كنت خلصت الاوضه خالص وربنا يدينا الصحه ويديكم الصحه يا رب.
بص انا حطيت لكم هنا بقى الفيديو التاني بتاع غسيل السجاد. فقرة السجاد دي بقى مشاركة لكل العيلة، تمام؟ كل العيلة في البيت كل اللي في البيت لازم يشاركوا في السجاد، تمام؟ عايزة اقول لكم كلنا غسلنا السجاد ربنا يا رب كده يدينا الصحة والعافية، وملك ورمس ومكة كلنا كنا بنغسلوا السجاد اليوم ده. الحمد لله، يعني ربنا يدينا الصحة والعافية يا رب. بس ايه عارفين والله هو بيبقى تعب، بس بتبقى فرحة برضه، بتبقى فرحة. يعني احنا بنغسله السجاد بقى عشان العيد وعشان شهر رمضان، فبتبقى فرحة. يعني غسيل السجاد ده بتبقى وقت كده بلبطة احنا بنبلبطه في المية. هنا بصوا كنت خلصت بقى السجاد دوت كده ووقفته كده عند السيراميك على جنب ينزل بس المية بتاعته، بعد كده هطلعه على السطح عندي فوق احطه. عايزه اقول لكم بقى اخد حبه تشميسه حلوه كده من فوق. وهنا بصوا كده كنت بغسل برضو. عايزه اقول لكم دي كانت نضيفه، كنت حطاها عند المصليه، كانت نضيفه والله. بس انا بصوا ما اعرفش، هو احنا بننضفه يبقى ننضفه كل حاجه، ما نعملش حاجه وحاجه لا لا، ننضفه كل حاجه مع بعض. بس فهنا بصوا كنت خليتها بص زي الفل. الحمد لله. كنت انا بقى وملك ورماس ومكة، احنا كلنا بنعمله. الخرطوم شغال مية وواحدة بقى تعمل بالمساحة. المهم يعني ايه كلنا كده ايه، ايدينا بايدين بعض يعني. وما فيهاش حاجة لما نساعدوا بعض ونعمله مع بعض على فكرة. هي الحياة اصلا كلها مشاركة. بصوا بقى هنا غيرت الكوع بتاع الحوض. جوزي بقى ربنا يديه الصحة يا رب غيرهولي، وجاب لي البتاعة ديت دي لسه جايبها لي جديدة بقى، هو كمان ركبها لي. و... وعايزة اقول لكم كمان البتاع دوت اسمه ايه يا ولاد، الفلتر بتاعي كانت الشمعة كده وحشة جدا. بصوا دي القديمة. بصوا معرفش السواد اللي جوه ده ايه ده، مش عارفة يعني، اللي عرف يقول. الاسود ده انا مش عارفه هو ايه يعني، بس دي كده خلاص هتترمى. احنا بصوا الشمعة عامله ازاي. مسكتهم بقى من جوه، غسلتهم غسله حلوه، غسلتهم كلهم خليتهم زي الفل. قلت بقى ايه كده بالمره، عشان لما اخش بقى انضف المطبخ يبقى انا ايه كده خلصت برضو ايه ال 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 بتاعه الميه يعني. هنا طلعت بقى السجاد فوق على السطح كده، حطيناه على السطح كله. عايزه اقول لكم السجاد انا متجوزه بيه لكن الدفايات دي جايباه من قريب، من كام سنه قريبه يعني. هنا بصوا نفضت بقى الباب كده بالمره بعد ما خلصنا السجاد، بالمره بقى بالمره، هي علقه وخلاص. قلت بقى كده ايه نفض بقى الحيطان كده واخلص كده كل حاجه، عشان دي انا كده بقى بنفض الصاله كده خلاص وخلصتها. وحطيت بقى مسحوق بقى في الارض وكلور. وبعد كده رحت بعد ما دعكت كده الارض، عايزه اقول لكم اصلا هي الارض نضيفه، ممكن كانت متربه بس الاول بكنس الارض عشان التراب او اي حاجه. بصوا هنا كانت الدنيا بص خليتها فله فله. وغيرت النظام بقى كده، وعايزه اقول لكم الارض كانت بتلمع. الحمد لله ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب. كده بصوا كنت خلصت كده خالص. الحمد لله ربنا يا رب يديم علينا الصحة والستر وراحة البال يا رب. بصوا الدنيا كانت عاملة ازاي. ملك هي اللي كانت بتصور لي بقى هنا. كده كنت خلصت الحمد لله. هنا بقى ريماس كانت بتنقل حاجات كده من على بترسم حاجات وكده، هنا كانت بتعملها. فهي حبت ان انا اوريها لكم، تمام؟ بتقول لكم يعني هي هنا بتقلي البيض وحاجات كده يعني ف... فقالت لي يا ماما نزليها عشان يتفرجوا عليها. فانا قلت بقى ايه انزلها لكم كده وكده.